مبروك كابتن الخطيب رئيسا للنادي الاهلي، الف الف مبروك. لكن قبل ما نكمل بقى، عشان في جزئيه جامده قوي هقول لكم عليها، بيشرفني متابعتكم. خلاص بالتزكيه كابتن الخطيب، ومعاه نائب باشمهندس ياسين منصور، ومعاه امين صندوق باشمهندس خالد مرتجي. الف مبروك، مفيش حد قدامهم خالص. اعضاء تحت السن خلاص اتحسمت، رويده وابراهيم العمري فاروق، الف مبروك ليهم. هيبقى عركه بسيطه قوي على الاعضاء فوق السن، ومساله وقت وقائمه كابتن الخطيب كلها تبقى موجوده. لكن قبل ما اتكلم على سيد عبد الحفيظ وعلى باشمهندس ياسين، عايز اقول لكم على كادر انضم لقائمه كابتن محمود الخطيب، وهو حازم هلال. انا اتشرفت ان انا اشتغلت معاه الحقيقه في قطاع التطوير العقاري في احدى الشركات الكبرى في مصر، واللي هو كان رئيس القطاع التجاري بتاعها. حد اداري محترم فوق ما تتخيل، يعني عقليه محترمه جدا. اي تاسك بياخده بينفذه على اكمل وجه. راجل مشرف قوي، حد ابن ناس قوي، وشبعان قوي، واضافه للمجلس قوي. وربنا يوفقه، لان هو كان العضو المنتدب تقريبا في شركه الاهلي للابنيه الرياضيه. فكادر اداري على المدى الطويل ان شاء الله يفضل مكمل في الاهلي ويتقلد ارفع المناصب. وانا مبسوط جدا ان ده تغيير دماء مهم جدا للنادي الاهلي. تاني حاجه بقى ما يخص كره القدم. اما اي مثلا تجيب مدرب جديد، تجدد للعيب او تستقطب لعيب، يلاقي سيد عبد الحفيظ هو رئيس قطاع كره القدم، ومعاه باشمهندس ياسين منصور اللي هيبقى في اوقات كبيره قوي القائم باعمال رئيس الاهلي. كابتن الخطيب ربنا يديله الصحه يبقى بياخد راحه، فترات راحه، لكن هو بيتابع من بعيد. فالناس دي باشمهندس ياسين وكابتن سيد، قطاع الكوره ما تقلقش عليه خالص، لما لهم من قوه وثقل وكل حاجه. ففي كل حاجه، فانا مش قلقان على النادي الاهلي المره دي، لانه موجود المجلس بصبغه الشورى، وده اللي كان ناقص المجلس قبل كده. لكن اللي يهمني الف سلامه لكابتن الخطيب، وجوده يشرف الاهلي في اي مكان. خلي بالك على صحتك ولاسرتك الصغيره ولاسرتك الكبيره النادي الاهلي. وفق الله مجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله، وبالتوفيق للنادي الاهلي في كل قطاعاته في القادم ان شاء الله. سلام عليكم.